السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 10، وده يعتبر الدرس الثاني في منهج الإحصاء لطلاب الصف الثالث الإعدادي. سبق وحلينا الدرس الأول الخاص بجمع البيانات، وقلنا درس سهل جدا، وقلنا عشان تلخصه لأن في نظري كتير ما عليك اللي انت تحل الأسئلة اللي احنا حليناها الحصة اللي فاتت، اللي هي الأسئلة بتاعت اختر وأسئلة العينة، المسائل اللي هي الخاصة بالعينة. هو قانون سهل وبسيط كده، وده يعتبر دول أهم جزئيتين، وغالبا بيجوا بنسبة 90% في الامتحانات. فلو ما شفتش الحصة هتلاقيها في قوائم التشغيل الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي حل تمارين الإحصاء، أو هسيب لك لينك الحصة دي في وصف الفيديو عشان تشوفها لو أنت ما شفتهاش. تمام. بإذن الله هنحل النهاردة تمارين التشتت بالكامل، الدرس اللي الناس كلها طالباه، الدرس اللي الناس كلها بتحس إن هو صعب. هو الفكرة كلها إن هو فيه شغل كتير، فيه شغل حسابات كتير، ولكن هو مش صعب. هوريك إزاي بنظبط المسألة عشان الامتحان، وهوريك برضو إزاي بتعملها بالآلة الحاسبة عشان تتأكد منها. خلي بالك إن التشتت والانحراف المعياري بيطلع بالآلة الحاسبة، ولكن هو في الخطوات بيبقى في الامتحان معذرة بيبقى محتاج الخطوات، ومحتاج إن أنت ترسم الجدول وتحط فيه القيم مظبوطة. خلاص، فأوضح لك دي بتتعمل إزاي وإزاي تتأكد من الإجابة عشان لو في رقم أنت غلطت فيه ولا حاجة. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. تمام. بيقول لي من مقاييس التشتت انت عليك في الدرس ده مقياسين. اول حاجه اللي هو المدى، اللي هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه، وتاني حاجه اللي هي الانحراف المعياري. تمام. انت خدت في اولى اعدادي لو تفتكر حاجه اسمها مقاييس النزعه المركزيه. يبقى مقاييس النزعه المركزيه كان عباره عن 3 حاجات: الوسيط والوسط الحسابي ورقم 3 المنوال. فالتلاتة دول انت خدتهم في تانية اعدادي، اللي هو الوسط الحسابي والمنوال والوسيط. عليك بقى في تالتة اعدادي بقى حاجة اسمها مقاييس التشتت. فعندنا مقاييس التشتت، اول حاجة المدى، تاني حاجة اللي هو الانحراف المعياري، وده اهم حاجة في درس النهاردة. يبقى بالنسبة لنا من مقاييس التشتت اللي هو الانحراف المعياري، اللي هو الاختيار رقم ج. بيقول لي ابسط واسهل مقاييس التشتت. بص، انت عندك مقاييس التشتت زي ما قلنا حاجتين: مدى وانحراف معياري. المدى ده السهل، أسهل وليس أدق. خلاص. الانحراف المعياري أصعب ولكن أدق. يبقى لو قال لك من الأدق تقول له الانحراف المعياري، لو قال لك من الأسهل تقول لي المدى. يبقى أنا بالنسبة لي المدى هو السهل ولكن ليس الأدق. هيجي لك سؤال كمان شوية يقول لك من مقاييس التشتت الدقيقة، هتقول لي مين؟ الانحراف المعياري. تمام. الفرق بين أكبر المفردات وأصغرها، ما احنا قلنا المدى عبارة عن الفرق بين أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يبقى بالنسبة لي طبعا الفرق بين أكبر المفردات وأصغرها يسمى مين؟ يسمى المدى، اللي هو الاختيار ألف بالنسبة لي. خلاص تمام كده يا باشمهندس. زي ما أنت ما شايف أنا بلخص لك الدرس مع حل التمارين، يعني أنا بشرح لك الدرس مع حل التمارين عشان إيه؟ مفيش فرصة إن إحنا نشرح الدرس. فبإذن الله لما تحل التمارين دي كلها هتحس الموضوع بسيط وسهل جدا. تعالى يلا نكمل باقي التمارين. رقم 4 يا باشمهندس بيقول لي الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. خلي بالك انت اول ما يقول لك جذر تربيعي وموجب اعرف على طول ان هو بيقصد الانحراف المعياري. ليه؟ لان انت عندك المدى هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه، مفيش فيها جذر. انما هنا بيقول لك الجذر بتاع التربيع تعرف ان هو مين؟ الانحراف المعياري، لان قانون الانحراف المعياري بنرمز له بالرمز سيجما، وكان بيساوي جذر. خلي بالك مجموع اهو اللي هو الموجب لمتوسطات مربعات، اللي هو س. بالنسبه لي دي المجموعات اللي انا هشتغل عليها، ناقص س بار اللي هي س شرطه دي اللي هي المتوسط الحسابي او الوسط الحسابي على عدده. فهو بيقول لك اهو الجذر التربيعي الموجب لمتوسطات مربعات انحراف القيم عن وسطها الحسابي يسمى ايه؟ يسمى الانحراف المعياري، اللي هو الاختيار بالنسبه لي رقم ج. الوسط الحسابي المجموعه من القيم، عشان تفتكر كده معايا اللي خدناها في ثالثه اعدادي، إن الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددها. حلو أوي. يعني هتعمل إيه؟ هتمسك القيم دي تجمعها، يعني 7 زائد 3 زائد 6 زائد 9 زائد 5 على عددهم. هما كام واحدة؟ 1 2 3 4 5، يبقى 5.
7 و3 10. 6 و9 15 يبقى 25، ومعايا 5 يبقى 30. يبقى 30 على 5 بيساوي 6. يبقى بالنسبة لي الوسط بيساوي كام؟ بيساوي 6. تمام. بيقول لي المدى لمجموعة من القيم، بحدد أكبر قيمة وأصغر قيمة. والله أكبر رقم اللي هو 23، وأصغر رقم اللي هو 15. يبقى المدى بتاعي هيساوي أكبر رقم اللي هو 23 ناقص 15. 23 ناقص 15 بيساوي 8. يبقى الاختيار الصح بالنسبة لي رقم أ. تمام. بيقول لي إذا كانت 67 هي أكبر مفردات مجموعة وكان المدى بيساوي 27، فإن أصغر المفردات؟ ما إن لو أنت كتبت القانون هتحلها. المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. حلو. المدى بيقول لك إن هو بيساوي 27، وبيقول لك إن أكبر المفردات يعني أكبر قيمة 67 ناقص أصغر قيمة، طبعا يدي لنا مين؟ المدى. خلاص. أنت ممكن تقول 67 ناقص كام يديك 27 اللي هي ال 40، وممكن تحلها كأنك بتحل معادلة. افرض إن ده س مثلا، وأدي الس ده الناحية التانية، يبقى س زائد 27 بيساوي 67، وأدي ال 27 دي الناحية التانية تبقى ناقص 27. يبقى الس بتساوي 67 ناقص 27. 7 ناقص 7 صفر. 6 ناقص 2 4، تطلع معاك بتساوي 40، اللي هو الاختيار إيه يا باشمهندس؟ اللي هو الاختيار ب. خلاص. هل في صعوبة؟ الموضوع سهل جدا. الموضوع انت لو حليت زي ما قلت لك في الإحصاء، اهتم بحل التمارين دي. لو انت حليت التمارين دي، لأن التمارين دي كلها زي ما انت شايف كده جاية من المحافظات، لو انت حليتها وفهمتها كويس الإحصاء في جيبك. ما تشغلش بالك بملخصات ولا الكلام من ده، حل التمارين فقط وافهمها. خلاص. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 8 يا باشمهندس بيقول لي القيمة الأكثر تكرارا لمجموعة من البيانات. دي خدناها في تانية إعدادي. احنا قلنا المنوال هو أكثر القيم تكرارا أو شيوعا، صح كده يا باشمهندس؟ يبقى بالنسبة لي القيمة الأكثر تكرارا لمجموعة من المواد هي المنوال، اللي هو الاختيار إيه يا باشمهندس؟ الاختيار ج. بيقول لي إذا كان الوسط الحسابي للأعداد دي هو 13. طب ما أنا عارف إن قانون الوسط بيساوي مجموع القيم على عددهم. يبقى أنا عشان أجيب مجموعهم هقول له والله الوسط بيساوي، هجمع كل ده، يبقى 3 ك ناقص التلاتة زائد 3 ك ناقص الواحد زائد 2 ك زائد الواحد زائد 2 ك زائد التلاتة زائد 2 ك زائد الخمسة على عددهم. هما كام واحدة؟ عد اللي قبل الفاصلة، 1 2 3 4 5، يبقى عددهم 5. طب ما هو بيقولك إن الوسط بيساوي كام؟ الوسط بيساوي 13. اضرب وسطين في طرفين، 5 في 13 ب65، هيساوي ده في ده، بس جمعهم يلا. السالب 3 هتروح مع الموجب 3، السالب 1 هيروح مع الموجب 1. 3 كاف و3 كاف 6 كاف، و2 كاف 8 كاف، صح؟ وكمان 2 كاف يبقى 10 كاف، وكمان 2 كاف يبقى 12 كاف. وما تنساش هنا إن في موجب 5. ودي الخمسة الناحية التانية، يبقى ال 12 كاف هيساوي 65 ناقص 5 اللي هي 60. اقسم على ال 12 هنا وهنا، دي هتروح مع دي، يفضل لي الكاف بتساوي 60 على 12 فالخمسة، يبقى الكاف بتاعتي بتساوي 5، اللي هو الاختيار إيه يا باشمهندس؟ اللي هو الاختيار ج. خلاص. تعالى يلا نشوف اللي بعده. السؤال رقم 10 بيقول لي إذا كان المدى للقيم، يبقى أول ما يقول لك المدى اعرف يا باشمهندس إن أنت هتجيب أكبر قيمة. خلي بالك إن كاف ده متغير، وبيقول لك إن هو بينتمي لطاء. يعني إيه بينتمي لطاء؟ يعني بينتمي للأعداد الطبيعية، وأنت عارف إن الأعداد الطبيعية كلها موجبة. يبقى أكبر رقم اللي جنبه أكبر رقم في الكاف. يعني هنا الكاف قدامها موجب 1، هنا سالب 1، هنا موجب 5، هنا سالب 2، يبقى أكبر واحد هو ده. لأن مثلا لو الكاف دي 2 يبقى 5 في 2، يبقى ده هيدي له أكبر قيمة. يبقى أنا أكبر قيمة أقول له بقى المدى هيساوي أكبر قيمة اللي هي 6 زائد الخمسة كاف ناقص أصغر قيمة. تعالى نشوف أصغر قيمة اللي قدامها أصغر كاف. هنا موجب كاف، هنا سالب كاف، هنا سالب 2 كاف، دي سالب 2، دي أصغر قيمة. يبقى آخد 6 ناقص ال 2 كاف. طب ما هو المدى بيقول لي بكام؟ ب14، هيساوي 6 زائد 5 كاف زي ما هي. دخل السالب عليهم هيغير الإشارات، يبقى دي سالب 6 زائد ال 2 كاف، دي هتروح مع دي، يبقى ال 14 هتساوي 5 كاف و2 كاف، يبقى 7 كاف. اقسم على السبعة في الطرفين اهو، يبقى الكاف هتساوي 14 على السبعة فيها كام؟ فيها الاتنين، يبقى الكاف بتساوي 2 اللي هو الاختيار ب. تمام. السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لي يا باشمهندس، بيقول لي إذا كان مدى القيم، أول ما يقول لك المدى نعرف إن هي أكبر قيمة وأصغر قيمة. بيقول لك إن المدى بيساوي 8، يعني المدى ده بيساوي 8.
طيب حدد لي أصغر قيمة كده، الاتنين صح؟ طب أكبر قيمة والله ممكن تكون السبعة وممكن تكون الألف، ركز معايا. يعني أنا بالنسبة لي معرفش الألف ده بكام، هو بيقول لك الألف أكبر من الصفر، ممكن الألف ده بواحد صح؟ ممكن الألف ده باتنين، فأنا بالنسبة لي دايما هفرض احتمالات الألف كلها وأشوف اللي موجود في الإجابات. تمام؟ يعني أنا بالنسبة لي التمانية دي ممكن يكون الألف هو الكبير، يبقى بالنسبة لي الكبير أو القيمة الكبرى ناقص القيمة الصغرى. هنفرض إن الألف هو الكبير، تمام؟ يبقى ألف ناقص الاتنين، وأدي الاتنين الناحية التانية، يبقى الألف هيساوي 2 و8 10. موجودة 10 في الإجابات، لحسن الحظ إن هي موجودة. طيب الاحتمال التاني وده على فكرة وارد، هو إن بالنسبة لي يبقى بالنسبة لي الألف ده هو أصغر قيمة، صح يا باشمهندس؟ تمام، يعني التمانية هتساوي بالنسبة لي أكبر قيمة بقى، هنفرض إن هي بتساوي السبعة. طب هل ينفع 8 بتساوي 7 ناقص حاجة؟ لأ، يبقى أنا بالنسبة لي كده الاحتمال ده إيه؟ مرفوض. يبقى الاحتمال الوحيد الصح هو ده، لأن 7 ناقص أي حاجة بالنسبة لي هتديني عدد سالب، لأن هقول من الوقت 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 5. هل ينفع أقول 8 ناقص 5؟ لأ، دول الطرفين دول مالهم مش متساويين خالص. يبقى بالنسبة لي مفيش إلا احتمال واحد، إن ألف هو يبقى العدد الكبير. خلاص، وأنت كده كده بتجرب وتشوف الإجابة اللي موجودة معاك في الاختيارات هي الصح. خلاص، يا رب تكون فاهم الكلام اللي أنا بقوله. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. 12 بيقول لي أي من القيم الآتية لعدد ألف تجعل مدى مجموعة القيم دي يساوي 9. يبقى أنا بالنسبة لي برضه بيركز على فكرة المدى. المدى بالنسبة لي بيساوي 9. تمام، هدور على أكبر قيمة وأصغر قيمة. ركز معايا، أكبر عدد موجود هنا اللي هو 60، وأصغر عدد اللي هو 53. حلو، يبقى أنا بالنسبة لي ألف برضه ممكن يكون عدد أكبر من 60 وممكن يكون عدد أقل من 60، فإحنا هنجرب الاتنين. تعال نشوف. هنفرض إن الألف هو بالنسبة لنا كده هو القيمة الصغيرة. تمام، يبقى 9 بتساوي 60 ناقص ألف اللي هو القيمة الصغيرة. تمام، وأدي الألف الناحية التانية، يبقى 9 زائد الألف بيساوي 60. طيب أدي الألف وأدي التسعة الناحية التانية، يبقى 60 ناقص 9 بيساوي 51. هل الألف لما طلع ب51 ده أصغر قيمة؟ أيوه، ما أنا 53 لكن ال51 أصغر منها فينفع. يبقى بالنسبة لي الاختيار ج هي ظبطت معانا كده. طيب الاحتمال التاني بالنسبة لي إن ألف ده يكون قيمة أكبر من 60، فأنا هفرض والله يا باشمهندس برضه، يبقى التسعة هيساوي، هاخد بالنسبة لي يا باشمهندس إن الألف ده أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة اللي هي كام؟ ال53. تمام، ودي 53 الناحية التانية، يبقى الألف بيساوي 53 زائد التسعة، 3 و9 12 يبقى 62. هل موجود 62؟ لا، طالما مش موجودة في الاختيارات. وخلي بالك ده هو جايب لك 61 و63، يعني مش جايب لك 62 متعمد، يبقى تعرف إن الألف بيساوي إيه يا باشمهندس؟ بيساوي القيمة اللي موجودة في الإجابات. عشان كده أنا بقول لك ركز أهو، هنا السؤال مباشر ولكن في الامتحان ممكن يضحك عليك ويجيب لك يا باشمهندس بالنسبة لك إن أنت تفرض الألف مرتين. لازم تفرض الألف مرتين، مرة قيمة كبيرة ومرة قيمة صغيرة، وتشوف مين اللي ينفع. بيقول لي مجموع قيم المفردات على عدد القيم. ما احنا عارفين الوسط الحسابي هو مجموع القيم على عددها، فهو بيقول لك يعني ده تعريف مين. تمام، رقم 14 بيقول لي إذا كان 2 س زائد الاتنين ص بيساوي 10، فبيقول لي عايز الوسط الحسابي بين س وص. ما هو الوسط الحسابي بيساوي المجموع على العدد. طب هما مجموعهم مين؟ ما هو بيقول لك بين س وص، يبقى مجموعهم س زائد ص على عددهم اللي هو الاتنين. يبقى انا عاوز اوصل لس زائد ص. تمام، شايف المعادله اللي هي 2 س زائد الاتنين ص بيساوي 10؟ لو انا خدت الاتنين عامل مشترك او قسمت المعادله كلها على الاتنين، على الاتنين هنا دي هتطير يبقى س، والاتنين هنا دي هتطير يبقى ص بيساوي 10 على الاتنين فيها 5. طب ما انا عرفت اجيب الس زائد ص بيساوي 5، فهشيل دي واحط 5، يبقى الوسط الحسابي هيساوي س زائد ص طلع مجموعهم 5، يبقى 5 على الاتنين. ويبقى الاختيار الصح بالنسبة لي هو الاختيار ايه يا باشمهندس؟ الاختيار باء. وتعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي أكثر المجموعات تشتتا. طالما أكثر المجموعات تشتتا أنا هجيب له المدى بتاع كل مجموعة، وأكبر مدى بالنسبة لي يبقى ده أكبر تشتت. تمام، تعالى نجيب المدى بتاع أكبر واحدة. أكبر عدد بالنسبة لي هنا اللي هو 36، وأصغر عدد 17 صح؟ يبقى المدى بتاع أول واحدة 36 ناقص ال 17 هيديني كام؟ 19 صح كده؟ تمام. طيب هجيب المدى بتاع تاني واحدة، دي المدى الأول. تعالى نجيب المدى بتاع تاني واحدة. أكبر قيم بالنسبة لي هنا 43، وأصغر قيمة أعتقد دي 19 صح؟ يبقى 43 ناقص ال 19 هتديني كام؟
ادي 24 صح كده، 4 و9 13 كده زي الفل. طيب يبقى انا بالنسبه لي 24 دي اكثر تشتتا من الاولى، يعني ادي لحد دلوقتي الالف دي هشيلها ليه؟ لان في قيمه اكبر منها. تمام. المدى بتاع التالتة. طيب نشوف اكبر رقم 41، اصغر رقم اعتقد ال26 صح؟ يبقى المدى بتاع التالتة هيساوي 41 ناقص ال26 هيديلي 15. برضه في قيمة أكبر منهم، يبقى الجيم دي برضه مستبعدة. أنا بستبعد ليه؟ طالما في قيمة أكبر منهم يبقى أعرف إن هي أكثر تشتت عنهم، يبقى أنا بالنسبة لي دي لحد دلوقتي رقم باء هي أكثر تشتت. لو رقم د طلعت أكثر تشتت يبقى هي اللي هتبقى زيادة عليها، لو ما طلعتش يبقى الباء هي اللي صح. تعال نجيب المدى بتاع رابع واحدة. أكبر قيمة بالنسبة لي هنا زي ما أنا شايف كده 39، وأقل قيمة بالنسبة لي هنا اللي هي الخمسة صح؟ يبقى المدى هيساوي 39 ناقص 5 اللي هو 34. لو أنت ملاحظ كده ده 34 وده 24، يبقى أنا بالنسبة لي القيمة دي هي أكثر تشتتا، يبقى بالنسبة لي الاختيار ده هو دي المجموعة الأكثر تشتت. يبقى عشان تعرف إن أنت بتجيب المجموعة الأكثر تشتت إزاي، هتجيب لي المدى بتاع كل واحد، واكبر مدى يبقى هو ده الاكثر تشتتا. لو كان طالب الاقل تشتت هناخد الاختيار رقم ج، لان دي اقل رقم طلع ما بينهم. خلاص، يبقى احنا لازم نفهم معنى المدى. المدى سهل وكده كده بيجي لك عليه سؤال، والانحراف المعياري بيجي لك على رسم الجدول، فعايزك تركز عليه. خلاص، تعالى يلا نشوف مجموعه الاسئله اللي بعد كده. 16 بيقول لي اكثر مقاييس التشتت انتشارا وادقها. احنا قلنا مقاييس التشتت عباره عن اتنين، المدى وقلنا ده مش دقيق ولكن سهل، وقلنا الانحراف المعياري دقيق ولكن صعب. فهو هنا بيقول لك اكثرها انتشارا وادقها، يبقى بالنسبه لي الانحراف المعياري. بيقول لي اذا كانت جميع المفردات متساويه في القيمه. يعني ايه جميع المفردات؟ ان هو بيدي لي مجموعه قيم وليكن كلها 15 مثلا. خلاص، اول ما يديك دي اسمها مفردات. طالما المفردات دي متساويه يبقى التشتت بصفر، يعني يا اما المدى بصفر يا اما الانحراف المعياري بصفر. طب هنا لو جيت بصيت دي س ناقص س بار اللي هي المجموعات ناقص الوسط الحسابي، دي بالنسبه لي كده مفيش، انا عايز يا اما المدى يا اما التشتت. كل ده ملوش دعوه بالمدى ولا بالتشتت، مفيش. دي اللي هي سيجما، ما هي سيجما دي اللي هي بالنسبه لي الانحراف المعياري، يبقى الانحراف المعياري بيساوي صفر. طب لو كان جاب لي ان المدى بيساوي صفر اقول له برضه المدى بيساوي صفر، لان الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه ما هم متساويين هيساوي صفر برضه. خلاص تمام. بيقول الانحراف المعياري للكميات، لسه قايلينها اهو، اول ما الاقي الكميات كلها قد بعض يبقى بالنسبه لي الانحراف المعياري بيساوي صفر. طب لو كان قال لي برضه المدى للحاجات دي اقول له برضه بيساوي ايه؟ برضه بيساوي صفر. حلو قوي. بيقول لي السؤال لسه، اذا كان مجموع س ناقص س بار. طب مش انا عارف ان مجموع س ناقص س بار ده بنستخدمه في قانون سيجما؟ تمام. وبيقول لك ان عددهم بيساوي 12، يعني دي النون، فبيقول لي انا عايز السيجما. طب ما انا عارف ان السيجما عباره عن جذر مجموع س اللي هي المجموعات ناقص س بار اللي هي بالنسبه لي الوسط، الكل اس 2 على نون. تمام. ما هو جايب لي البسط ده اللي هو مجموع س ناقص س بار الكل اس 2 بكام؟ ب 48 على عددهم، قال لي عددهم 12، يبقى السيجما هتساوي جذر 48 على 12 فعلى 4، جذر الأربعة بيساوي 2، يبقى الاختيار الصح بالنسبة لي هو الاختيار يا باشمهندس؟ الاختيار. خلاص، بكده خلصنا مسائل اختر. مسائل مهمة جدا، ليه؟ لأن كلها زي ما أنت شايف بتكرر في الامتحانات، فعايزك تركز عليها. طيب، قبل ما نخش على مسائل الرسومات أو مسائل الجداول، بص أنت عندك 3 أنواع من المسائل. اول نوع ان هو يجيب لك اعداد كده بس، وده اسهل نوع وهوريك بيتعمل بالاله الحاسبه ازاي. تاني نوع بالنسبه لك ان هو جاب لك جدول زي كده، ده اسمه جدول تكراري بسيط. ده بالنسبه لي تكراري بسيط، ده برضه هعمله لك بالجدول وهعمله لك بالاله الحاسبه، ولكن الاله الحاسبه بتديني الرقم النهائي عشان نتاكد ان الحل بتاعنا صح. تالت نوع جدول بالنسبه لك وليكن جدول زي ده كده يا باشمهندس، اللي هو بيبقى فيه علامه ايه؟ الداش او الشرطه دي، ده اسمه جدول تكراري غير بسيط، ده بنستعمله بطريقه ثالثه. فاحنا عندنا 3 انواع جداول يا باشمهندس. اول جدول واسهل جدول اللي هو جدول الارقام بس، وبعد كده هيبقى جدول تكراري بسيط اللي هو عباره عن مجموعتين. تاني حاجه يا باشمهندس بقى، او تالت حاجه بالنسبه لي الغير بسيط، وده برضه بيبقى مجموعتين بس بنجيب حاجه كده اسمها مركز المجموعه، ودي كله هتفهمه واحنا بنحل باذن الله. خلينا كده نمشي واحده واحده ونبدا يلا نحل السؤال اللي بعد كده. السؤال رقم 2 يا باشمهندس بيقول لي احسب الانحراف المعياري لكل من البيانات التالية. بص، اول ما يقول لك سؤال احسب الانحراف المعياري لازم تحدد انت انهي نوع. هل انت ارقام بس؟ هل انت جدول مش تكراري بسيط؟ هل انت جدول تكراري بسيط؟ خلاص،
فاحنا بالنسبة لنا هنا ده بالنسبة لي ارقام بس، انت تحمد ربنا ده اسهل واحد بالنسبة لك. طيب الجدول ده تقسيمته 3 خانات بس، وده اسهل جدول لان في جدول 6 وجدول 7. تمام. ايه هي الثلاث خانات يا باشمهندس؟ وركز كده معايا. اول خانة بالنسبة لي اللي هي س، وايه هي س؟ اللي هي المجموعات. ايه هي المجموعات؟ اللي هي الاعداد اللي قدامك دي. بيبقى انا بالنسبة لي السين دي هرص فيها الارقام اللي انت شايفها دي. تاني خانة اللي هي س ناقص س بار. ايه س بار دي؟ دي الوسط الحسابي اللي احنا هنحسبه دلوقتي، اللي هو مجموع القيم على عددهم. تالت خانة يا باشمهندس اللي هي س ناقص س بار ولكن تربيع. يعني هتعمل ايه؟ نفس الرقم اللي انت طلعته هنا هتربع. هل الموضوع سهل؟ الموضوع بسيط جدا باذن الله. خلاص تعالى يلا يا باشمهندس نبدا حل مسألتنا وهوريك بتتحل ازاي. خلي بالك ده بيبقى عباره عن جدول، يعني انت هتقسمه كده في الامتحان تقسيمه ايه؟ جدول. ولكن هنا زي ما انت شايف كده هحله لك على طول. هحط القيم هنا يا باشمهندس، يبقى 16 32 5 20 27. هل في مشاكل في دي؟ سهله يا باشمهندس. تمام. بعد كده يا باشمهندس هعمل ايه؟ هجيب بقى السين بار. السين بار دي اللي هي مين؟ اللي هي الوسط الحسابي، اللي هي مجموع القيم دي على عددها. يبقى 16 زائد 32 زائد 5 زائد 20 زائد 27. لو انت رقمت الجدول هتعرف عددهم، طالما ما رقمتش عدهم عادي، 1 2 3 4 5. يبقى على عددهم اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي 5. تعال نشوف كده الكلام ده بيساوي كام بالآلة الحاسبة. يلا. يبقى 16 و32 و25 و27. اقول له على 5 يطلع معايا بكام؟ ب20. يبقى انا كده عرفت يا باشمهندس ان س برضه ب20. ممكن تكتب فوقها كده ان هي 20 عشان ما تنساش. تمام. هتاخد س ناقص س بار، يعني هي هتقول لي 16 ناقص ال20 وتطلع لي على الناتج. بعد كده 32 ناقص ال20، بعد كده 5 ناقص ال20، بعد كده 20 ناقص ال20، بعد كده 27 ناقص ال20. هل في حاجة صعبة؟ الجدول زي ما انت شايف سهل جدا اهو. 16 ناقص 20 يبقى سالب 4، 32 ناقص 20 يبقى سالب 12، 5 ناقص 20 سالب 15، 20 ناقص 20 صفر، 27 ناقص 20 يبقى 7. يبقى احنا طلعنا التاني ده. تمام. بعد كده هنبدأ نربع. سالب 4 تربيع اللي هي ب16، سالب 12 تربيع ب144، سالب 15 تربيع ب225، صفر تربيع بصفر، 7 تربيع ب49. مش أنا القانون بتاع السيجما، ركز بقى معايا، بيساوي إيه؟ بيساوي جذر مجموع س ناقص س بار تربيع على ن. تمام. طب ما أنا عايز أجيب المجموع، فهنا آخر خانة دي بالنسبة لنا بنقوم عاملين خانة صغيرة كده، هي خانة إيه؟ المجموع. فهتمسك الآلة الحاسبة وتجمع الأرقام دي. 16 144 225 زائد صفر زائد 49 هيطلع لك كام؟ 434. صح كده يا باشمهندس؟ طلع لي المجموع. احسب الانحراف. يبقى ده الجذر. المجموع اللي انت طلعته اللي هو البسط ده، ما هو ده مجموع س ناقص س بار تربيع. يبقى نكتب هنا 434 على عددهم. والله هو عددهم كام؟ اهو 5 اللي هم 5 قيم. تعال نشوف الكلام ده بيساوي كام. ادي الجذر 4 على 5 هيعمل 9.3. ودايما قرب، يعني ايه؟ خد رقم وبعد العلامة العشرية خد رقم. لو ينفع يتقرب هنا طبعا الواحد مش هيدي التلاتة حاجة، يبقى بالنسبة لي الناتج كام؟ 9.3. يبقى الانحراف المعياري بالنسبة لي زي ما هو طالع في الإجابات اهو مظبوط الحمد لله، 9.3. خلاص؟ طيب هعلمك بقى ازاي بتعملها بالآلة الحاسبة، وركز معايا عشان مهم جدا جدا. تمام. اول حاجه يا باشمهندس هنضغط على زرار المود، وخلي بالك ان هي تختلف من ال 991 لبعض الالات التانية، فدايما ركز في الجمله اللي مكتوبه هنا. بالنسبه لي رقم 3 هي ستيت، في بعض الالات التانية هتلاقيها رقم 2. خلاص. يبقى ستيت اللي هي ستاتكس اللي هي الاحصاء، يعني دي بنخش على الاحصاء. تمام. بعد كده بيقول لك انت عايز تعمل ايه؟ هتختار رقم 1 بالنسبه لك اللي هو 1 فيريشن ده اللي هو 1 فار. تمام. بعد كده بيقول لك حط لي والله المجموعات بتاعتك. ايه هي المجموعات؟ المجموعات اللي هي القيم دي. هتحط لي 16 وتكتب يساوي، وبعدين 32 وتكتب يساوي، بعد كده 5 وتضغط يساوي، 20 وتضغط يساوي، 27 وتضغط يساوي. وقف هنا. انت الوقت دخلت له البيانات بتاعتك. عشان بنحفظ البيانات في الآلة الحاسبة بنضغط زرار الاي سي. زرار الاي سي ده بيحفظ. لو انت ملاحظ كده هتلاقي كتب لك فوق كده في الآلة ستيت، يبقى انت حافظ بيانات في الستيت. تمام. بعد كده بيقول لك والله يا باشمهندس انت عايز بقى اعمل لك ايه؟ ركز معايا.
هتضغط زرار الشيفت، ورقم 1 اللي هو في الأعداد ده مكتوب فوقيه ستيت، يبقى هي دي العمليات اللي بيعملها ستيت. اضغط رقم 1. هيظهر لك حاجات كتير كده منها تايب وداتا وصم وفار. لو انت ملاحظ ان احنا اول حاجة كتبناها عندنا كانت الفار اللي هي 1 فار دي، فهنختار رقم 4 اللي هو فايريشن. بيقول لك انت عايز مين بقى. لو انت ملاحظ كده ظهر لك الاكس بار. ايه هي الاكس بار دي؟ اللي هو الوسط الحسابي. فلو انت عايز الوسط الحسابي هتضغط رقم 2 وتضغط يساوي. طلع لي الوسط الحسابي اللي هو الاكس بار بكام؟ ب 20. واحنا فعلا طلعناه ب 20، يبقى الحل بتاعنا صح جدا. طيب تاني حاجه يا باشمهندس، هقوم راجع بقى كده بالنسبه لي واضغط برضو شيفت وواحد تاني وادخل على رقم 4 اللي هو الفار. طيب انا عايز سيجما اكس اللي هو الانحراف المعياري اللي هي رقم 3. اضغط رقم 3 واضغط يساوي. طلعت معايا ب9 و3 1 اللي احنا مطلعينها 9.3. يبقى انت كده حليت سؤالك صح جدا جدا. الطريقه دي جميله ان انت بتتاكد من اجابتك في الامتحان، لان انت ممكن تكون ما خدتش بالك من رقم، ممكن تكون جمعت رقم غلط، فلو استخدمت الاله هتتاكد. خلاص، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ خلي بالك عشان ما افضلش ادخل في المود كتير، فانا هحل لك الثلاث اسئله دول وبعد كده نقوم راجعينهم على الاله الحاسبه مره واحده، وهكذا. اول ما اخلص السؤال اراجعه على الاله الحاسبه، اخلص السؤال اراجعه على الاله الحاسبه بالكامل عشان ما نفضلش نغير في المود كتير. خلاص، ففهمت انت الطريقه دي؟ الطريقه دي زي ما انت شايف سهله وبسيطه جدا جدا. تمام، تعالى يلا نخش على اللي بعدها. زي ما قلنا ده كله ارقام، يبقى نفس تقسيمه الجدول، يبقى س وس ناقص س بار، وبعد كده س ناقص س بار الكل ايه؟ تربيع. السين ده هحط القيم بتاعتي 72 53 61 70 59. بعد كده يا باشمهندس هجيب السين بار، وخلاص بقى احنا عرفنا مجموع القيم على عددهم، فعشان ما اكتبلكش القانون انا كتبته لك مره خلاص. هجمع القيم يبقى 72 و53 و61 و70 و59 على عددهم 1 2 3 4 5، يبقى على الخمسة. طلع معايا ان السين بار بكام؟ ب 63. وهقول لك هنا انت اكتبه كده عشان ما تنساهوش. بدل برضو ما نقعد نكتب هنطلع بقى يلا على طول يا باشمهندس السين بار. هنعمل ايه؟ اول عدد اللي هو 72 ناقص 6 3 اللي انا كاتبه فوق ب9. بعد كده 5 3 ناقص 6 3 طلع بسالب 10. بعد كده 6 1 ناقص 6 3 سالب 2. بعد كده 70 ناقص 6 3 طلعت ب7. بعد كده 5 9 ناقص 6 3 سالب 4. بعد كده بربع ده اهو 9 تربيع ب81 سالب 10 تربيع ب100 سالب 2 تربيع ب4 7 تربيع ب49 سالب 4 تربيع ب16. طالما انت جبت الخانات دي كده وكله زي الفل، قلنا بنعمل خانة صغيرة كده نجيب فيها ايه؟ المجموع. هنجمع بقى مجموع الحاجات دي كلها، يبقى 81 زائد 100 زائد 4 زائد 49 زائد 16 طلعت معايا 250. خلاص، انت كده يعتبر حليت نص المسألة. بعد كده هتكتب قانون الانحراف، يبقى سيجما بتساوي مجموع س ناقص الس بار على ن، وطبعا هنا تربيع. تمام، المجموع ده اللي احنا جبناه هنا اللي هو 250 على عددهم اللي هم كام؟ 1 2 3 4 5 اللي هو 5، يبقى جذر. طبعا على 5 فعل 1 على 5 فعل 5 يعني ده جذر 50. وخلي بالك ان جذر 50 لا اختصار ولكن احنا عايزين قيمة، فجذر 50 هيساوي بالنسبة لي 7 و7 من 100. دايما قلت لك قرب لرقم 1. طبعا السبعة ده هتدي الصفر 1 يبقى تقريبا 7 و1 من 10. يبقى كده طلعت معانا السيجما بكام في تاني مسألة؟ 7 و1 من 10. خلاص، عملنا الجدول بطريقة سهلة. زي ما قلت لك القيم سهلة جدا جدا، وزي ما اتفقت معاك هخلص السؤال واعمل لك السؤال كله على الآلة الحاسبة عشان ما نفضلش ندخل في المود ونخرج منه تاني. تمام، يلا يا باشمهندس السؤال اللي بعده بنفس الفكرة. ادي س وادي س ناقص الس بار وادي س ناقص س بار الكل ايه؟ تربيع. تمام، يلا يا باشمهندس حط القيم 15 سالب 12 سالب 9 27 سالب 6. هات لي الس بار يا باشمهندس اللي هي الوسط الحسابي. قلنا بنجمع القيم دي كلها على عددهم، يلا نجمعهم. يبقى 15 سالب 12 سالب 9 حطهم بإشاراتهم زائد 27 ناقص 6 على عددهم 1 2 3 4 5 طلعت معايا ب3. تكتب فوقها دي ان هي كام؟ 3. يبقى 15 ناقص 3 تديني 12
سالب 12 ناقص 3 سالب 15. سالب 9 ناقص 3 سالب 12. 27 ناقص 3 24. سالب 6 ناقص 3 سالب 9. صح كده يا باشمهندس؟ تمام وزي الفل. ربع لي بقى ال 12 هتديك 144. ربع لي السالب 15 ب 225. ربع لي ال 12 ب 144. ال 24 تربيع ب 576 576. سالب 9 تربيع ب81. بعد كده أعمل لي خانة كده عبارة عن مجموع الحاجات دي كلها. يبقى 144 زائد 225 زائد 144 زائد 576 زائد 81. كل الكلام ده يطلع معايا ب1170. خلاص. بعد كده يا باشمهندس هجيب بقى قانون السيجما بيساوي، طبعا خلاص مش هكتب لك القانون بقى، انت المفروض اتعودت، اللي هو مجموع س ناقص س بار كل تربيع اللي هو الرقم ده 1170 على نون اللي هو عدد القيم 1 2 3 4 5 يبقى على 5. تعال نشوف يلا الكلام ده على الآلة الحاسبة على طول. يبقى جذر، تعمل شرط الكسر 1170 على 5. طلع معاك 3 جذر 26، اضغط اس دي عشان يحولها. طلعت معاك 15 علامة التسعة هتدي الاتنين 1 يبقى 3. يبقى 15 و3 من 10 دي بالنسبة لي تالت ايه؟ تالت واحدة. خلاص سهلة. هنشوف اللي بعده. نفس الفكرة أرقام، يبقى س وس ناقص الس بار وس ناقص س بار الكل ايه؟ تربيع. حط لي القيم يلا 22 و20 و20 كمان وكمان 20 وبعد كده 18. تمام. بعد كده هنجيب ايه يا باشمهندس؟ السين بار اللي هو الوسط الحسابي، مجموع القيم على عددهم. يبقى 22 زائد 20 زائد 20 زائد 20 زائد 18. بعد كده اضغط على الخمسة اللي هو عددهم، يطلع السين بار ب 20. اكتب لي هنا ان هي ب 20. 22 ناقص 20 ب 2. 20 ناقص 20 صفر. 20 ناقص 20 صفر. 20 ناقص 20 صفر. 18 ناقص 20 سالب 2. ربع لي دي 2 تربيع ب4. طبعا ده يبقى صفر وده صفر وده صفر. سالب 2 تربيع ب4. بعد كده اعمل لي جدول صغير هنا كده. 4 و4 يديك كام؟ يديك 8. خلاص. تعالى بقى نجيب الانحراف المعياري. تمام. هيساوي جذر مجموع السين ناقص السين بار كل تربيع اللي هو العدد ده 8 على عددهم اللي هم 1 2 3 4 5 يبقى على 5. تعال نشوف كده جذر 8 على 5 يديك كام؟ يديلي يا باشمهندس زي ما انت شايف كده 1 والستة دي هتدي الاتنين 1. قلنا بنقرب لأقرب رقم 10 ل1 يبقى 1.3 من 10. وعايز أسألك سؤال كده، ده بيدل إن أنت فاهم زي ما أنت متعود مني هنا على القناة، إحنا بنتعود نفهم. خلي بالك إن ده طلع أقل سيجما فيهم، يعني أقل انحراف فيهم. ليه؟ لأن المدى لو أنت شفت 22 اللي هو أكبر رقم ناقص أصغر رقم، المدى بالنسبة لي هنا 4 ولكن المدى هنا كبير. فشفت طول ما المدى صغير يبقى التشتت بالنسبة لي إيه؟ صغير. وهم استنتجوها من كده، هم بدأوا يجربوا الأرقام واستنتجوا من كده. خلاص. إحنا كده عملنا إيه يا باشمهندس؟ كده خلصنا الثلاث مسائل دول وطلعت معانا مظبوطة 100%. هنتأكد بقى من الحاجات دي زي ما اتعلمنا بالآلة الحاسبة ونشوف حلنا صح ولا لأ. تعال نشوف يلا. هنخش على المود، وبعد كده رقم 3 اللي هو ستيت، وبعد كده رقم 1 اللي هو فاردي. حط القيم بتاعتك. احنا عملنا أول واحدة، هنعمل تاني واحدة. اكتب 72 ويساوي 53 ويساوي 61 ويساوي 70 ويساوي 59 ويساوي. بعد كده بنضغط زرار الاي سي يحفظهم في الآلة. بعد كده شيفت ورقم 1. بعد كده يا باشمهندس نختار رقم 4 اللي هي فار. بيقول لك انت عايز مين؟ عايز الاكس بار اللي هو بالنسبة للوسط الحسابي اللي هو رقم 2 واضغط يساوي. طلعت معايا ب 63 وهي فعلا طلعت معانا في المسألة بكام؟ ب 63. بعد كده هعمل شيفت وبعد كده رقم 1. بعد كده رقم 4 تاني اللي هو فار، وانا عايز بقى السيجما اكس اللي هو الانحراف اللي المفروض يطلع معايا 7.1 من 10. هضغط يساوي. طلعت معايا 7.7 من 100 اللي احنا قربناها ب7.1 من 10. يبقى انا كده يا باشمهندس زي الفل. تعالى نشوف يلا المسألة ايه التالتة. هدخل برضو على المود والستيت ورقم 1 اللي هو فار. احط القيم اللي هي 15 سالب 12 سالب 9 27 وبعد كده سالب 6. خلاص. بعد كده اضغط زرار الاي سي احفظهم. بعد كده شيفت ورقم 1 اللي هو ستيت. بعد كده رقم 4 اللي هي فار. بعد كده اختار رقم 2 هيطلع لي الوسط الحسابي 3 واللي احنا فعلا طلعناه ب3. بعد كده اضغط شيفت واحد تاني واضغط على 4 اللي هي فار. بعد كده اختار رقم 3 اللي هي سيجما اكس واضغط يساوي. طلعت معايا ب 15 و29 اللي احنا قربناها ل 15 و3 من 10. يبقى تاني مسألة بالنسبة لنا صح.
بعد كده برضه هروح يا باشمهندس واحط القيم الجديدة بتاعتي اللي هي 22، دي المسألة رقم 3، بعد كده 20، بعد كده 20، بعد كده كمان 20، بعد كده 18. خلاص، بعد كده اضغط زرار الاي سي يحفظهم. بعد كده يا باشمهندس هعمل شيفت ورقم 1، بعد كده هروح لرقم 4 اللي هو الفار، هجيب الاكس داش اللي هي بالنسبة لي رقم 2 واضغط يساوي. طلع معانا الاكس بار اللي هو الوسط ب 20، واحنا فعلا مطلعينه بكام؟ ب20. بعد كده شيفت ورقم 1 تاني، بعد كده اختار رقم 4 فار، بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس اللي هو الانحراف المعياري، اضغط يساوي. طلع معايا 1.26 اللي احنا قربناه ل1.3، الستة هتدي الاتنين واحد يبقى 3، يبقى احنا كده مسألتنا كلها صح. عايز ترجع تضغط مود ورقم 1 اللي هو ايه؟ كومبلكس، يبقى انت كده رجعت للموضوع تاني. خلاص اتفقنا. الموضوع زي ما انت شايف سهل جدا وبسيط، وعلمتك ازاي بتتأكد من الحل بتاعك عن طريق الآلة الحاسبة. خلاص، تعالى يلا كده يا باشمهندس نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 3. بيقول لي أي المجموعات التالية أكثر تشتتا باستخدام الانحراف المعياري؟ والله هو لو كان قال لي أي المجموعات التالية أكثر تشتتا وسكت كنت هقدر أعملها عن طريق المدى، لأن المدى بالنسبة لي ده تافه، هجيب أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. ولكن هو طالما قال لك باستخدام الانحراف المعياري يبقى هتستخدم طريقة مين؟ طريقة الجداول. وطريقة الجداول قلنا طالما المجموعات بالنسبة لي أرقام أسهل من كده مفيش. هكتب س وبعد كده س ناقص س بار، وبعد كده س ناقص الس بار الكل ايه؟ تربيع. صح كده يا باشمهندس؟ احط القيم بتاعتي اللي هي 7 8 9 10 11. بعد كده هجيب السين بار اللي هي مجموع القيم على عددهم. هجمع القيم دي بالنسبة لي، اعمل شرط الكسر، 7 زائد 8 زائد 9 زائد 10 زائد 11 على عددهم 1 2 3 4 5، يبقى على 5. طلعت معايا السين بار اللي هي ايه؟ 9. اكتب فوق 9. 7 ناقص 9 سالب 2، 8 ناقص 9 سالب 1، 9 ناقص 9 صفر، 10 ناقص 9 1، 11 ناقص 9 2. بعد كده بربع الرقم ده، سالب 2 تربيع ب4، سالب 1 تربيع ب1، دي بصفر، 1 تربيع ب1، 2 تربيع بكام؟ ب4. قلنا بعد كده بنعمل خانة صغيرة كده يا باشمهندس عبارة عن المجموع هنا سهل، 4 و4 8 و1 و1 يبقى 10، يبقى مجموعهم 10. بعد كده هجيب السيجما اللي هي عبارة عن جذر مجموع، هكتب لك القانون، ولكن انت المفروض بقى تبقى عارف القانون. خلاص، احنا حلينا اكتر من مسألة. قلنا مجموع س ناقص س بار تربيع اللي هو الرقم ده يبقى 10 على عددهم بالنسبة لي اللي هو 5، يبقى هيساوي جذر 10 على 5 اللي هي جذر 2. وهنا مش هنسيبها جذر 2، هنحولها عشان احنا عايزين قيمة. جذر 2 تقريبا اللي هو 1.4، 1 و4، والواحد مش هيدي الأربعة حاجة، يبقى احنا كده جبنا أول واحدة بالنسبة لنا، الانحراف بتاعها بكام؟ ب1.4. خلاص يا باشمهندس، ده باستخدام الانحراف المعياري. خلي بالك كده، لو احنا كنا جبناها باستخدام المدى كنا هنقول 11 ناقص السبعة، فهتجيب لي كام؟ 4. يبقى أنا بالنسبة لي عشان كده بنقول المدى مش دقيق، ولكن ده الأدق، ده بيجيب لي القيمة مظبوطة بالظبط. خلاص، بنفس الطريقة يلا هنكمل في باقي الجداول. برضو يا باشمهندس عندي مجموعة قيم، برضو هقول له س وس ناقص السين بار، وبعد كده يا باشمهندس س ناقص السين بار الكل ايه؟ الكل تربيع. احط القيم دي بالنسبة لي اللي هي 21، وبعد كده 20، بعد كده 11، بعد كده 19. هجيب السين بار يا باشمهندس اللي هو الوسط الحسابي، مجموع القيم دي على عددهم. هشد شرط الكسر واجمع القيم 21 و20 و11 و19 على عددهم اللي هم كام؟ 1 2 3 4 على 4. تطلع معايا 71 على 4 اللي هي تقريبا 17 و75%. خلاص، هكتب هنا 17 و75%. بعد كده أقول العدد ده ناقص ده، يبقى أكتب والله 21 ناقص 17 و75، يطلع معايا 3 وربع. بعد كده هقول 20 ناقص 17 و75، يطلع معايا 2 وربع. بعد كده 11 ناقص 17 و75، يطلع معايا سالب 6 75. بعد كده أقول له 19 ناقص 17 و75، يطلع معايا 1 وربع. خلاص، يبقى أنا طلعت كده يا باشمهندس مجموعة القيم دي. هبدأ باخد القيم ده ربعها، تمام، يبقى 3 وربع تربيع، هيطلع معايا بالرقم اللي أنت شايفه ده 10 6 5 6 2 5، 2 وربع تربيع، هيطلع معايا ب5 علامة 0 6 2 5.
بعد كده يا باشمهندس خلي بالك السالب لما يتربع عادي جدا ممكن نكتبه وممكن ما نكتبوش، بس اكتبه برضه مفيش مشكلة. خلي بالك بص بنحطه في قوس اهو بقى سالب 6.75 تربيع. ليه عملت كده؟ عشان الآلة ما تغلطش وتطلعه لك سالب زي ما هي طلعته من شوية. ده هتطلع معاك ب45 علامة 5.625. بعد كده 1 وربع تربيع هيطلع معاك ب1.5625. خلاص. بعد كده هتعمل خانة كده طبعا فيها مجموع الأرقام دي كلها. تمام. تعالى بقى نجمع الأرقام دي كلها تاني. زائد 45 5.625 زائد 5.0825 زائد 10 علامة 5.625. يطلع الكلام ده كله زي ما انت شايف كده ب62.77%. خلاص. بعد كده هجيب السيجما بتاعتي اللي هي عبارة عن جذر المجموع ده اللي هو 62.77 على عدد القيم 1 2 3 4 على 4. فهمسك الرقم ده أو خلاص نكتبها عشان تبقى واضحة بالنسبة لك برضو 62.77 على 4 واضغط يساوي. بعد كده هو ظهر لي القيمة اهي هتبقى 3.9. خلي بالك التسعة دي تقريبا، يبقى بالنسبة لي هنا السيجما طلعت بكام؟ تقريبا ب4. يبقى أنا هنا ثاني واحدة طلعت معايا ب4. يبقى أنا بالنسبة لي كده لحد دلوقتي دي أكثر تشتتا اللي هي باء. هشوف ج بقى وأبدأ أحكم عليهم كلهم. تعالى يلا يا باشمهندس نشوف رقم ج. تمام. بيقول لي هحط برضو القيم بتاعتي اللي هي س وس ناقص الس بار وس ناقص الس بار الكل ايه؟ الكل تربيع. القيم بتاعتي 29 و30 و30 كمان وبعد كده 35. بعد كده هجيب السين بار اللي هي الوسط الحسابي مجموع القيم على عدده. هشد شرط الكسر 29 زائد 30 زائد 30 زائد 35 على عددهم 1 2 3 4 على 4 تطلع معايا بكام؟ ب31. أكتب هنا 31. 29 ناقص 31 سالب 2. 30 ناقص 31 سالب 1. 30 ناقص 31 يبقى بالنسبة لي سالب 1 برضه. 35 ناقص 31 4. سالب 2 تربيع ب4 سالب 1 تربيع ب1 سالب 1 تربيع ب1 4 تربيع ب16. هجمع دول وكده دول بالنسبة لي رقم سهل. 4 و16 20 وكمان 2 يبقى 22. هجيب السيجما يبقى جذر المجموع اللي هو 22 على عددهم اللي هو الأربعة. يبقى الجذر هيساوي 22 على الأربعة وأحوله هيطلع معايا بكام؟ ب2 والأربعة دي مش هتدي التلاتة حاجة يعني 2.3. يبقى دي طلعت معايا ب2.3. طبعا زي ما انت شايف أكثر القيم تشتتا اللي هي المجموعة ايه يا باشمهندس؟ المجموعة باء، لأن السيجما بتاعتها طلعت بكام؟ طلعت ب4. كده حلينا المسائل دي زي ما انت شايف كده عن طريق ايه يا باشمهندس؟ عن طريق الطريقة اللي انت هتعملها في الامتحان. طيب قلنا بعد ما نخلص السؤال هنعملها على الآلة. يلا هنخش على المود وبعد كده رقم 3 اللي هي ستيت وبعد كده رقم 1 اللي هي الفار دي. حط القيم بتاعتك اللي هي 7 يساوي 8 يساوي 9 يساوي 10 يساوي 11 يساوي. اضغط اي سي عشان تتحفظ. بعد كده اعمل زرار الشيفت بعد كده رقم 1 وهنا احنا مش محتاجين نجيب الوسط الحسابي هنجيبه على طول ايه؟ السيجما. بعد كده رقم 4 اللي هو الفار. بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس. اضغط يساوي. طلعت معانا ب1.4 زي ما احنا مطلعينها اهي. تمام. هدخل بقى برضو احط القيم الجديدة بتاعتي. يلا هحط 21 واضغط يساوي 20 واضغط يساوي 11 واضغط يساوي 19 واضغط يساوي. بعد كده اضغط الاي سي انها تتحفظ. بعد كده شيفت وبعدين رقم 1 بعد كده رقم 4 اللي هي فار بعد رقم 3 اللي هي سيجما اكس واضغط يساوي. طلعت ب3.96 اللي احنا قربناها ب4 يبقى احنا كده جايبينها برضو زي الفل وصح. هضغط تاني يا باشمهندس على الستيت وابدا اسجل المجموعه الجديده اللي هي 29 بعد كده 30 بعد كده 30 بعد كده 35. اول ما اخلص اضغط اي سي ما انساش عشان تحفظها. بعد كده شيفت رقم 1 بعد كده بالنسبه لي رقم 4 اللي هي الفار بعد رقم 3 اللي هي سيجما اكس واضغط يساوي. طلعت معايا ب2.34 اللي احنا قلنا تقريبا 2.3. يبقى احنا كده جايبين في السؤال ده السيجما اكس صح جدا جدا. خلاص. يبقى انا بعلمك اهو طريقه الاله الحاسبه بكل سهوله وبعملها معاك بكل مساله عشان كل مساله تقف معاك تدخل القيم بتاعتك وتشوف الغلط اللي بالنسبه لك ايه. خلاص كده خلصنا السؤال رقم 3 بالكامل. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. رقم 4 يا باشمهندس نفس الفكره اللي احنا اشتغلنا عليها. بيقول لي عايز الوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل من البيانات التاليه.
اول ما بصيت كده لقيت ان هي ارقام برضو، فقلنا ده اسهل نوع، النوع اللي احنا شغالين عليه في المسائل كلها، اللي هو بالنسبه لي س، بعد كده س ناقص الس بار، بعد كده س ناقص س بار الكل ايه؟ الكل تربيع. السين اللي هي القيم هحطها 73 54 62 71 60. بعد كده يا باشمهندس هجيب السين بار اللي هي الوسط الحسابي، مجموع القيم على عددهم، فهجمع القيم دي كلها. يلا 73 زائد 54 زائد 62 زائد 71 زائد 60 على عددهم اللي هو 1 2 3 4 5، 5 قيم. يطلع معايا السين بار بكام؟ ب 64، وهكتبه هنا فوق عشان ما نساهوش. 73 ناقص 64 يبقى سالب 9، 54 ناقص 64 يبقى سالب 10، 62 ناقص 64 سالب 2، 61 ناقص 64 تديني 7، دي بالنسبة لي 60 ناقص 64 يبقى سالب 4. ربع السالب 9 تديك 81، بعد كده ربع السالب 10 تديك 100، بعد كده سالب 2 تربيع ب4، 7 تربيع ب49، سالب 4 تربيع ب16. بعد كده بنعمل خانة نجمع الأرقام دي كلها. تعالى نجمعهم. 81 زائد 100 زائد 4 زائد 49 زائد 16، يطلع معايا بكام المجموع؟ 250. بعد كده هجيب السيجما اللي هي عبارة عن جذر مجموع س ناقص س بار كل تربيع اللي هو 250 على عددهم اللي هو الخمسة، يعني جذر على 5 فعل 1 فعل 50، يعني دي جذر 50. تعال نشوف كده جذر 50 بيطلع معايا بكام؟ طلع معايا ب7. السبعة ده هتدي الصفر واحد، لأن احنا بنقولنا بنقرب لأقرب عدد واحد، يبقى بالنسبة لي تقريبا 7 وواحد من 100، 1 من 10، أو سيبها زي ما هي 7 و7 من 100. يبقى احنا كده جبنا الوسط الحسابي ب64، وجبنا السيجما ب7 و7 من 100. عايزين نتأكد من الحل بتاعنا زي ما احنا متعودين. هنضغط على مود، بعد كده رقم 3 اللي هي ستيت، بعد كده رقم 1 اللي هو الفار. هحط القيم 73 54 62 7 1 وبعد كده 60. بعد كده ما انساش اهم زرار، اضغط الاي سي عشان تتحفظ. بعد كده شيفت ورقم 1، بعد كده هختار رقم 4 اللي هي فار، بعد كده هختار رقم 2 عشان تجيب لي الوسط الحسابي. هضغط يساوي، طلع الوسط الحسابي ب 64 زي ما احنا مطلعينه. بعد كده هضغط شيفت واحد تاني، بعد كده رقم 4، بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس، طلعت معايا ب7 و7 من 100. يبقى احنا كده حلينا زي الفل وصح جدا يا باشمهندس. خلاص اتفقنا. يبقى احنا بنحل كل مسألة اهي، وزي ما انت شايف بنتأكد بيها عن طريق الآلة الحاسبة. طيب رقم 2 يا باشمهندس نفس الفكرة، معايا قيم ادي س وادي س ناقص الس بار وادي س ناقص الس بار الكل ايه؟ الكل تربيع. هحط القيم بتاعتي اللي هي 13 14 17 19 22. تمام. بعد كده يا باشمهندس هجيب السين بار اللي هي الوسط الحسابي، مجموع القيم على عدده. 13 زائد 14 زائد 17 زائد 19 زائد 22 على عددهم اللي هو كام؟ 5. تطلع معايا السين بار بكام؟ ب17. هكتب هنا 17، يبقى 13 ناقص 17 سالب 4، 14 ناقص 17 سالب 3، 17 ناقص 17 صفر، 19 ناقص 17 سالب 2، لا سوري موجب 2، 22 ناقص 17 يبقى 5. هربع السالب 4 تديلي 16، السالب 3 هتديلي 9، ادي الصفر، 2 أس 2 ب4، 5 أس 2 ب25. هبدأ أجمع الكلام ده، 9 و16 25 ومعايا 25 كمان يبقى 50، وفي 4 يبقى 54. هبدأ أجيب السيجما عبارة عن جذر المجموع اللي هو 54 على العدد 1 2 3 4 5، 5 قيم. وتعالى نشوف الكلام ده بيساوي كام. جذر 54 على الخمسة تطلع معايا يا باشمهندس زي ما انت شايف كده السيجما ب3، والتمانية هتدي الاتنين 1، أو سيبها زي ما هي لأن هو هنا قال لي الأقرب 3 أرقام عشرية. هبص على الرقم الرابع اللي هو 3 مش هيدينا حاجة، يبقى 2 8 6. يبقى أنا كده جبت السيجما وجبت السين بار اللي هي الوسط الحسابي. تعالى نتأكد من الحل. هدخل على مود رقم 3 ستيت، رقم 1 الفار، أحط القيم 13 14 17 19 22. بعد كده هضغط الاي سي عشان تتحفظ، بعد كده شيفت ورقم 1، بعد كده رقم 4 اللي هي الفار، بعد كده رقم 2 هيجيب لي الوسط الحسابي طلع ب17 زي الفل. بعد كده يا باشمهندس هضغط على شيفت وواحد تاني، بعد كده رقم 4 اللي هي فار، بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس، واضغط يساوي، طلعت معايا 3 2 8 6 السيجما زي ما احنا مطلعينها بالظبط. خلاص يبقى احنا كده حلينا صح.
قلنا وظيفة الآلة الحاسبة في السؤال ده إن هي بتأكد لك الحل صح ولا لأ، ومش بتأكد لك الخطوات، لأن في الامتحان هو بيبقى عايزك تعمل الجدول بالكامل. تمام؟ تعالى يلا نشوف السؤال رقم 3. أدي س وأدي س ناقص الس بار، وبعد كده س ناقص س بار الكل إيه؟ الكل تربيع. خلاص يا باشمهندس؟ تمام. هحط القيم بتاعتي اللي هي 65، وبعد كده 61، بعد كده 70، بعد كده 64، بعد كده 70، بعد كده 76، بعد كده 70 تاني. كم قيمة؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 قيم. هجيب الوسط الحسابي بتاعهم، مفيش أدنى مشكلة. هعمل شرط الكسر، هجمعهم. 65 بعد كده 61 بعد كده 70 بعد كده 64 بعد كده 70 تاني بعد كده 76 بعد كده 7 على عددهم اللي هو 7. طلع معايا بكام؟ ب59. يبقى س بار طلع بيساوي 59. هكتبه هنا كده. يبقى 65 ناقص 59 اللي هي -6 بالنسبة لي، صح كده يا باشمهندس؟ احنا ممكن رقم احنا نسيناه. تمام. 65 61 لأن هي طالعة هنا 68. تعالى نراجع بس عليها كده. 70 بعدها 64 بعد كده 70 تاني بعد كده 76 بعد كده 70. ما هي تمام. طب ما تيجي نراجع دول. 65 61 بعد كده 70 بعد كده 64 بعد كده 70 بعد كده 76 بعد كده 70. طب ما هو صح. طب تعالى بس نتأكد منها كده. 65 تعالى ننقلها من هنا، زائد 61 زائد 70 زائد 64 زائد 70 زائد 76 زائد 70. كم قيمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 على 7. تمام كده. طلعت معايا هي 68. يبقى احنا كنا كاتبين رقم غلط. هكتب بس القيمة هنا 68. يلا. 65 ناقص 68 يبقى -3. 61 ناقص 68 يبقى -7. 70 ناقص 68 يبقى 2. 64 ناقص 68 -4. 70 ناقص 68 يبقى 2. 76 ناقص 68 يبقى 8. 70 ناقص 68 يبقى كام؟ 2. همسك الرقم ده 4 -3 تربيع ب9 -7 تربيع ب49 2 تربيع ب4 -4 تربيع ب16 2 تربيع ب4 8 تربيع ب64 2 تربيع ب4. هاتلي المجموع. اجمع كل دول يلا على الآلة الحاسبة. 9 زائد 49 زائد 4 زائد 16 زائد 4 تاني زائد 64 زائد 4. كل الكلام ده طلع معايا ب150. بعد كده يا باشمهندس هجيب السيجما اللي هي جذر المجموع اللي هو 150 على عدد القيم اللي هو 7. يبقى جذر 150 على عدد القيم اللي هو 7. اضغط اس دي. خلي بالك هو هنا عايز تقريب، لا مش عايز تقريب. يبقى طلعت معايا 4 والاتنين دي او التسعة دي هتدي الاتنين 1 يبقى 4.63%. خلاص ده كده بالنسبة لي السيجما. تعالى بقى نتأكد يا باشمهندس عن طريق الآلة الحاسبة. مود وبعد كده رقم 3 بعد كده رقم 1 اللي هو فار. حط القيم بقى. 65 61 70 6 4 70 7 6 70. خلصت اضغط اي سي. بعد كده شيفت ورقم 1 بعد كده رقم 4 اللي هي فار بعد كده رقم 2 عشان نتأكد من الوسط. طلع فعلا ب68. بعد كده شيفت وواحد تاني. بعد كده هنضغط رقم 4 اللي هي الفار بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس واضغط يساوي. طلعت معايا 4.63%. يبقى احنا كده حلنا مظبوط يا باشمهندس. خلاص اتفقنا. تمام. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 لا لسه رقم 4. تمام. هحط برضو القيم اللي هي س وهنا س ناقص الس بار وبعد كده س ناقص الس بار الكل ايه؟ الكل تربيع. هحط القيم 23 و12 17 13 15 16 8 9 37. ايه يا عم انت هتحارب ولا ايه؟ 10. كل دي قيم كتاب المدرسة بقى فلازم يعني. هنجيب الوسط الحسابي بتاع القيم دي. اعمل شرط الكسر في ايه يا عم؟ انا على ستيت مود 1. يلا. 23 12 17 13 15 16
8 9 37 10. يا رب أكون كاتبهم بس صح. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 قيم. طلع معايا ب16. يبقى السين بار طلع بكام؟ بيساوي 16. هكتب هنا 16. يلا 23 ناقص 16 هتديك 7. 12 ناقص 16 سالب 4. 17 ناقص 16 1. 13 ناقص 16 سالب 3. 15 ناقص 16 سالب 1. 16 ناقص 16 صفر. 8 ناقص 16 سالب 8. 9 ناقص 16 سالب 7. 37 ناقص 16 يبقى بالنسبة لي 21. 10 ناقص 16 يبقى سالب 6. ربع بقى السبعة هتديك 49. ربع السالب 4 ب16. الواحد بواحد. السالب 3 ب9. السالب 1 بواحد. الصفر بصفر. السالب 8 ب64. السالب 7 ب49. ال21 ب441. السالب 6 ب36. تعالى بقى نجمع يلا الكلام ده كله. 49 و16 وواحد وتسعة وكمان واحد وبعد كده صفر وبعد كده 64 بعد كده 49 بعد كده 441 بعد كده 36. هل في حاجة كمان؟ يا رب بس ما نكونش نسينا حاجة. طلع المجموع 666. بعد كده هجيب السيجما هيساوي جذر المجموع اللي هو 666 على عددهم اللي هو 10. هعمل جذر وبعد كده جذر 3 ستات اهمت على 10 واضغط يساوي. هتطلع معايا ب8 و16 من 100. خلاص تمام. تعالى بقى نتأكد من الآلة الحاسبة. هعمل مود بعد كده مود وبعد كده رقم 3 اللي هي ستيت. بعد كده رقم 1 اللي هي فار. هنحط القيم دي كلها وركز بقى وانت بتحطها. 23 12 17 13 15 16 8 9 3 7 10. اضغط يساوي واوعى تنسى عشان ما تضيعش كل اللي عملته تضغط زرار الاي سي يحفظها. بعد كده شيفت ورقم 1. بعد كده رقم 4 اللي هي الفار. رقم 2 عشان اجيب الوسط الحسابي ويا رب يطلع صح. طلعت تمام اهي 16. تمام. بعد كده شيفت ورقم 1. بعد كده رقم 4 اللي هي الفار. بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس اللي هو الانحراف. اضغط يساوي. طلع معايا ب 8 و16 من 100. يبقى الحمد لله اطول مسألة ممكن تقابلك حليناها بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انت شايف. خلاص كده خلصنا السؤال ده. تعالى يلا نشوف السؤال رقم 5. بيقول لي القيم التالية تمثل درجات 5 طلاب في أحد الاختبارات 8 9 6 12 10. أول ما يديك قيم اعرف إن أنت هتحل بالطريقة اللي إحنا شغالين بيها. عايز الوسط الحسابي والانحراف المعياري. سهلة جدا. هقول له والله أدي السين وأدي السين ناقص السين بار وبعد كده س ناقص السين بار الكل إيه؟ الكل تربيع. السين اللي هي المجموعات 8 9 6 12 10. هجيب السين بار بالنسبة لي اللي هي مجموع القيم على عددهم. يبقى بالنسبة لي 8 زائد 9 زائد 6 زائد 12 زائد 10 على عددهم اللي هما 1 2 3 4 5. طلع معايا السين بار أو بالنسبة لي الوسط الحسابي بيساوي 9. فأقول له والله الوسط الحسابي بيساوي كام؟ بيساوي 9. الانحراف المعياري يا باشمهندس دي طبعا هحط هنا 9. 8 ناقص 9 سالب 1. 9 ناقص 9 صفر. 6 ناقص 9 سالب 3. 12 ناقص 9 3. 10 ناقص 9 1. سالب 1 تربيع بواحد وادي صفر. سالب 3 تربيع ب9. 3 تربيع ب9. 1 تربيع ب1. هاتلي المجموع. ادي 2 و9 و9 18 و2 يبقى كام؟ يبقى 20. عشان اجيب السيجما هيساوي جذر المجموع اللي هو س ناقص س بار اللي هو 20 على عددهم 1 2 3 4 5 يبقى 5. يبقى يساوي جذر 20 على 5 فيها 4 وجذر الأربعة بيساوي 2. يبقى الانحراف المعياري بيساوي كام؟ بيساوي 2. وتعالى برضو نتأكد من الآلة الحاسبة. مود ورقم 3 اللي هي ستيت. بعد كده رقم 1. حط القيم 8 يساوي 9 يساوي 6 يساوي 12 يساوي 10 يساوي. بعد كده الاي سي. بعد كده هنضغط شيفت ورقم 1 اللي هي ستيت. بعد كده رقم 4 اللي هي الفار. بعد كده هنجيب المتوسط او الوسط الحسابي اللي هو رقم 2 واضغط يساوي. طلع معايا ب9 مظبوط زي ما احنا طلعناه. بعد كده شيفت وواحد تاني. بعد كده رقم 4 اللي هي الفار. بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس او الانحراف المعياري واضغط يساوي. طلع ب2. يبقى احنا كده الاجابه بتاعتنا صح كده. يبقى احنا زي ما قلنا احنا بنستخدم الآلة عشان نتأكد من الإجابة بتاعتنا بس، إنما الخطوات لازم نعمل خطوات زي ما أنا عاملها كده يا باشمهندس. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. رقم 6 يا باشمهندس بيقول لي الجدول المقابل يبين درجات الحرارة على بعض المدن. احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجة الحرارة العظمى.
احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري درجة الحرارة الصغرى. يبقى ركز معايا يا باشمهندس، هنا اوعى تتغر وتقول لي ده تكرار، لا هنا ده مش تكرار، لأنه هو بيقول لك أنا عايز مرة تحسبها للعظمى اللي هو تستخدم القيم دي أو المجموعات دي، ومرة تانية تحسبها للصغرى تستخدم الجدول ده. فيعتبر أنت معاك جدول واحد فيه أرقام، طالما جدول واحد فيه أرقام واحدة يبقى أنا بالنسبة لي كده هشتغل بالطريقة العادية. يبقى أنا هكتب هنا س، وبعد كده طبعا س ناقص س بار، وبعد كده س ناقص س بار الكل تربيع. احط هنا القيم بتاعة العظمى، خلي بالك احنا بنحسب هنا الايه للقيم العظمى، تمام. 25 26 24 مرتين، بعد كده 22، بعد كده 26، بعد كده 27، بعد كده ايه 26. اول حاجة هتجيب السين بار اللي هي الوسط الحسابي مجموع القيم دي على عدده. خلاص يلا هجمع القيم دي كلها، 25 و26 و24 و24 كمان مرة، وبعد كده 22، بعد كده 26، بعد كده 27، بعد كده 26 تاني على عددهم 1 2 3 4 5 6 7 8 على 8. يطلع السين بار بكام؟ ب25. يبقى الوسط بالنسبة لي 25. أقول 25 ناقص 25 بصفر، 26 ناقص 25 بواحد، 24 ناقص 25 سالب واحد، ودي برضه هتبقى سالب واحد، 22 ناقص 25 سالب 3، 26 ناقص 25 3، 27 ناقص 25 2، 26 ناقص 25 1. هبدأ أربع، صفر تربيع بصفر، واحد تربيع بواحد، سالب تربيع بواحد، سالب واحد تربيع بواحد، سالب 3 تربيع بتسعة، 3 تربيع بتسعة، 2 تربيع بأربعة، واحد تربيع بكام؟ بواحد. خلاص هبدأ أجمع بقى القيم دي لأنها هي اللي تهمني. أدي واحد 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 3، وتسعة وتسعة 18، ومعايا 3 يبقى 21، و4 25، وواحد كمان يبقى كام؟ يبقى 26 درجة يا باشمهندس. خلاص يبقى أنا بالنسبة لي المجموع هنا طلع بكام؟ ب26. خلاص تعالى كده بس إيه نتأكد، لأن هي كده هتبقى مش مظبوطة. تمام تعالى نرجع الأرقام. إيه 26 22 ناقص 25 سالب 3، 26 ناقص 25 دي واحد، صح كده. واحد تربيع يبقى دي واحد. تعالى بقى نراجع الأرقام دي كلها. أدي 3، 3 وتسعة 12، وواحد كمان يبقى 13، وأربعة 17، وواحد يبقى 18. يبقى المجموع هنا كام؟ بيساوي 18. خلاص بعد كده هجيب السيجما هتبقى جذر المجموع اللي هو 18 على عددهم اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8 على التمانية. هعمل جذر بقى وهعمل شرط الكسر، 18 على 8 تطلع معايا 3 على 2 اللي هي 1.5. يبقى الانحراف المعياري بالنسبة للقيمة العظمى طلع 1.5، والوسط طلع كام؟ 25. تعال نتأكد من الآلة. هذا مود، ورقم 3 اللي هو ستيت، ورقم 1 اللي هو الفار. هحط القيم 25، وبعد كده 26، بعد كده 24 مرتين، بعد كده 22، بعد كده 26، بعد كده 27، بعد كده 26 تاني، صح كده؟ أو أنا في حاجة نسيتها مش متأكد، فهنشوف كده. بعد كده ضغط ال AC، بعد كده شيفت ورقم 1، بعد كده رقم 4 اللي هي الفار، بعد كده رقم 2 هاتلي الوسط طلع تمام 25، بعد كده شيفت واحد تاني هاتلي رقم 4 اللي هي الفار، وبعد كده هاتلي 3 اللي هي سيجما اكس اللي هو الانحراف طلع ب1.5. احنا كده حلينا صح. احنا كده جبنا بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى. تعالى بقى نجيب لدرجة حرارة ايه الصغرى. هعمل جدول برضو عبارة عن س، وس ناقص الس بار، وس ناقص الس بار الكل ايه الكل تربيع. خلاص طيب السين هنا هحطها ب11، 11 12 10 6 7 16 15 11. هبدأ أجيب السين بار اللي هو الوسط مجموع القيم على عدده. يبقى 11 زائد 12 زائد 10 زائد 6 زائد 7 زائد 16 زائد 15 زائد 11، وعددهم برضو زي التانيين 8. يطلع معايا الوسط هنا بكام؟ ب11. أحط هنا 11، يبقى 11 ناقص 11 صفر، 12 ناقص 11 واحد، 10 ناقص 11 سالب واحد، 6 ناقص 11 سالب 5، 7 ناقص 11 سالب 4، 16 ناقص 11 5، 15 ناقص 11 4، 11 ناقص 11 صفر. خلاص يلا بقى يا باشمهندس ربع لي دي. الصفر ما يتربع، الواحد بواحد، السالب واحد بواحد، السالب 5 يبقى 25، السالب 4 يبقى 16، الخمسة هتبقى 25، والأربعة هتبقى بكام؟ ب16. خلاص وبعد كده الصفر بصفر. اجمع لي بقى كل القيم دي يلا.
1 و1 وبعد كده 25 بعد كده 16 بعد كده 25 كمان بعد كده 16 يطلع كل القيم دي بكام؟ ب84. هات لي السيجما. يبقى جذر المجموع اللي هو 84 على عددهم اللي هو 8. يبقى أعمل جذر 84 على 8 واضغط يساوي. اضغط بقى احول كده هتطلع معايا 3 و24%. يبقى الانحراف بالنسبة لي 3 و24 والمتوسط ب11. هنتأكد من الآلة الحاسبة مود ورقم 3 اللي هو ستيت. بعد كده رقم 1 حط القيم 11 12 10 6 7 16 15 11 اضغط يساوي. بعد كده الاي سي عشان يتحفظوا. بعد كده شيفت ورقم 1. بعد كده رقم 4 اللي هو الفار. رقم 2 يجيب لك الوسط الحسابي. اضغط يساوي. طلع الوسط الحسابي ب11. بعد كده شيفت ورقم 1 تاني. بعد كده رقم 4 اللي هي الفار. بعد كده رقم 3 اللي هي سيجما اكس اللي هو الانحراف. طلع معايا ب3 و24. يبقى احنا كده حلينا صح يا باشمهندس. ويبقى كده السؤال رقم 6 تمام. السؤال رقم 7 بيقول لي التوزيع التكراري. خلي بالك بقى ده نوع الجدول التاني. هيبقى انا عندي هنا بقى مجموعة وتكرار، فده حله مختلف. فانا عشان ما اضغطكش في الفيديو ده وعشان انت تستوعب الدرس محتاج ما تحلوش كله على مره واحده عشان الفيديو مبقاش طويل قوي وملعبك قوي. لان انا دي ليه طريقه تانية بالاله الحاسبه وليه طريقه تانية في الجدول. هنزود خانه اللي هي خانه الكاف خلاص، وبعد كده س في كاف، هيبقى عندنا 6 خانات. اتفقنا. فدي هعملها لك في فيديو لوحدها، هي والنوع الثالث اللي هو الجدول التكراري غير البسيط. ده تكراري بسيط والتاني تكراري غير بسيط، فدول هعملهم لك في فيديو منفصل. وما تخافش هينزل لك تاني يوم على طول باذن الله. يعني اول ما ينزل لك ده تاني يوم على طول هينزل لك الفيديو التاني خلاص. اتمنى كده ان انا الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك. عايزك انت تفضل تجرب، عايزك تتعود بالاله الحاسبه عشان وانت في الامتحان سؤال الاحصاء حرام ان هو تضيع درجتك منه. فانت اتاكد من الناتج في الامتحان وتعمل الجدول بنفس الطريقه اللي احنا شغالين بيها دي. خلاص كده خلصنا الجزء الاول من الدرس. باذن الله تاني يوم على طول هينزل لك الجزء الثاني، ما تقلقش. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.